الكارثه انك تبقى عارف ان هيقابلك منسوب مياه جوفيه على منسوب معين وانت شغال في حفر تربه ارض انت هتبني عليها، وليها اكتر من حل وطرق كتير بتحدد حسب الحاله اللي انت موجود فيه. والفيديو اللي فات شرحنا طريقه منهم. تعال النهارده اكلمك على اول طريقه ممكن نستخدمها في نسح المياه الجوفيه قبل ما تبتدي في اعمال حفر. ومياه جوفيه يعني ميه ظهرت في الارض بتاعتك على منسوب قليل جدا من الارض الطبيعيه بتاعتك، والمنسوب بتاعها ممكن يوصل لاعماق كبيره جدا، ممكن توصل ل 200 و300 متر. فبعقلك كده لو انت عايز تشفط الميه اللي موجوده في الارض الطبيعيه بتاعتك هتفضل تشفط فيها لغايه امتى؟ كل اللي انت محتاجه ان انت عايز تحرك الميه بتاعتك لمنسوب اقل من العمق اللي انت عايز تحفر فيه بمتر او مترين. فبنلجا لاول نظام معانا اللي هو الويل بوينت سيستم او الابار النقطيه. وباختصار فكرته ان انا بزرع مواسير حوالين الارض بالكامل على عمق 5 متر ونص تقريبا. بوصل المواسير دي بالكامل بماسوره وابدا اركب في الماسوره الام دي بامب او اكتر يشفط الميه دي تدريجيا لحد ما اوصل لاخر عمق النظام ده يقدر يحققه لي على بعد 5 متر ونص. ومعنى كده انك مش هتقدر تبني مبنى عمق الاساسات بتاعته معدي ال4 او 4 متر ونص بالعافيه. فلو حبيت ابني مبنى على الارض دي عمق تاسيسه اكتر من 4 متر او 4 متر ونص هضطر ازرع مجموعه من مواسير ثانيه جوه الارض بتاعتي على عمق مختلف بعد ما احفر فيها. ودي طريقه معقده جدا وبتستخدم في حالات نادره. طيب لو انت قدرت تتخلص من المياه الجوفيه وقدرت انك تحركها على عمق اكبر من عمق التاسيس اللي انت عايز توصل له، لو وقفت شفط الميه هتبدا ترجع تاني. فلازم هنا ابدا في الاساسات بسرعه جدا لغايه ما وزن الاساسات يبدا يعادل قوه دفع الميه اللي جايه من تحت. ودي حاجه هنشرحها بالتفصيل الفيديو الجاي. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده.